خطيبتي وامها حامل مني. بس ده كله حصل ازاي؟ بجد قصتي اغرب من الخيال. انا نفسي مش مصدق القصة بتاعتي رغم ان انا عشتها لحظة بلحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معايا في قصة وحكاية جديدة. قصة النهاردة غريبة وبجد هتسمعوا من اغرب واعجب القصص اللي ممكن تسمعوها في الدنيا. صاحب القصة بيحكي معانا وبيقول: انا اسمي علي، شغال ميكانيكي في منطقة عادية خالص في مصر، منطقة عشوائية وكل الناس عارفين بعض. كنت شايف نفسي ولا مفتح وصعب ان حد يضحك عليا، وعمري ما تخيلت في يوم من الايام ان انا اعمل حاجة من دي ولا اتحط في موقف زي ده. كان عندنا واحدة جارتنا اسمها امل وجوزها اسمه عم عيد. امل وعيد متجوزين من زمان وفي نفس الوقت خلفتهم كلها بنات، واكبر بنت عندهم اسمها حياة وهي حياة دي كانت بنت طلقة زي القمر، كل حاجة فيها حلوة ما فيهاش غلطة زي ما بيقولوا، وتلات ارباع رجالة المنطقة كده هتموت على حياتي. البت كانت شغلاني وعبطاني في نفس الوقت، كان منى عيني ان البت دي تبقى من نصيبي. ايوه بصراحة كنت مهبولة عليها. عدت الايام وانا عمال بقى افكر اتقدم لها، طب اروح لها، طب اعمل ايه. بصراحة امها كانت صاحبة امي الروح بالروح. ست امل دي انا شايفها طول حياتي ست محترمة قوي، وعينيها كده كلها طيبة، ست تمشي تسلم على أمة لا إله إلا الله وكل الناس بتحبها. بس أنا ما كنتش أعرف حقيقتها ولا حقيقة البيت ده غير في نهاية القصة خالص. المهم ميلت على أمي وقلت لها إن أنا هموت على حياة ونفسي ومن عين البت دي تبقى من نصيبي. أمي قالت لي: يا زين ما اخترت، البت حلوة وزي القمر بس البت دي مفتحة شوية. قلت لها: وايه يعني لما تبقى مفتحة، مش احسن ما تبقى هبلة ويضحك عليها؟ وكنت شايف ان التفتيح بتاعها دي زي ما يكون ميزة فيها، مش شايفه عيب ولا حاجة. المهم امي قالت لي: خلاص ما تشغلش بالك، انا هكلم امها واجس النبض وهشوف هما هيقولوا ايه. وقد كان. وبعدها بيومين 3 لقيت امي جاية وبتقول لي: انا عايزة الحلاوة. قلت لها: خير؟ قالت لي: انا كلمت ام حياة والست مرحبة وكمان بتقول ان انت يعني يا زينة الرجالة، انا عايزاك تركز في شغلك قوي علشان عايزين نملى عين الناس دي. انا بقول لك اهو يا ابني، دول جيران من زمان واحنا مش عايزين نخسر حد. انا بقى ما صدقت وكنت طاير من الفرحة. رحت ظبطت نفسي وجبت شوية حاجات حلوة وعملت فيها عريس، رغم ان حياة عارفاني كويس قوي، يعني احنا جيران من زمان. ورحنا اتقدمنا فعلا، طبعا احنا اهل وجيران وعارفين بعض كويس. الكلام ان احنا نتعرف على بعض طبعا ما كانش موجود لان هم عارفيني كويس قوي، بس اتكلمنا في كل التفاصيل بتاعة الجواز وقلت لهم ان حياة هتبقى في عينيا، وطلبت من عم عيد ان هو يبارك الجوازة دي، وقرينا الفاتحة كمان في نفس اليوم. كنت سعيد وفرحان وحاسس ان انا هتجوز لؤلؤة، خطبت جوهرة وقعدت معاها شوية. طبعا انا اول مرة اتكلم معاها كواحدة بقى خطيبتي، قعدت اهزر واتكلم معاها. البت عينيها بتنط منها الشقاوة، بس انا كنت شايف كل ده حياة وحيوية زي ما قلتلكم، وفرحان قوي ان انا مش هاخد واحدة غشيمة مش مفتحة. قعدت معاها شوية وقلت لها ان انا عيني عليها من زمان، وعرفت كده ان هي كانت واخدة بالها قوي مني، وحسيت ان انا فزت بالبنت اللي كل رجالة المنطقة هيموتوا عليها. وعرفت حياة جايبة جمالها ده كله منين. كنت اول مرة بقى اقعد مع حماتي او ام حياة يعني في البيت بتاعهم. لما قربت منها الست اللي بتقعد تتكلم مع امي لقيتها ست حلوة وجميلة وجسمها مكسم وشكلها حلو، رغم ان هي المفروض ست كبيرة، بس عرفت ان هي ما شاء الله عليها حاجة جامدة يعني حياة مش جايباه من بره. اما عم عيد بقى كان راجل صحته على قده وده كان باين عليه، ظهره محني وما بيعرفش يطلع الكلمة بالعافية، وبيشرب سجاير ومعسل وصدره ده بيشخشخ واحنا قاعدين. ولقيت حياة بتقولي: بقول لك ايه بقى يا علي، انا مش عايزاك تشرب سجاير، انا عايزاك بخيرك كده. الصراحة انا برضو كنت شاب حلو وجميل، يعني انا كمان برضو كان سوقي في الرجالة ماشي وليا معجبين حوالين مني كتير، بس انا كنت عايز حياة، احنا الاتنين حلوين وزي بعض. كملنا كل حاجة وانا ابتديت اكل نفسي في الشغل، عايزة اتجوز البت بقى اللي عجباني واللي بحبها وحموت عليها. ويعني اتفقت معاهم على سنة بالكتير، والسنة عدت بالتدريج كده من غير ما احس، لحد ما كان عدى تقريبا 6 شهور. 6 شهور وانا بتعامل معاهم عادي ومش في دماغي اي حاجة خالص.
والحياة ماشية، الدنيا حلوة. أصحى من النوم أصبح على الحياة واصطبح بصوتها الجميل، وأحس إن الدنيا كلها فاتحة لي دراعتها، واروح على شغلي وكل ساعة والتانية اتصل عليها، ارن عليها، اكلمها. 3/4 المكالمات كانت بتطول، ولما كانت بتطول كانت حماتي بتشد التليفون منها وتقولي بقولك ايه يا علي، ما تسيب لي البت شوية يا اخويا، البت ديت ايدي ورجلي في البيت. اقول لها طب يعني يا حماتي لما تتجوز هتعملي ايه بقى وانت لوحدك؟ انا بعودك ونقعد نهزر ونضحك مع بعض. تقولي اخ منك انت يا ولا يا علي، ده انا ما بعرفش اخد منك لا حق ولا باطل، دايما كده تغلبني بالكلام. وانا كنت مصدق ان انا اللي مثبتها، وانا اللي بعمل كل حاجة على هوايا. وكمان حياة، في خلال الكام شهر دول حياتي كانت بتموت فيا، وكنت بسمعها وبتسمعني احلى كلام، والبت كانت مستسلماني خالص. يعني عمري وانا قاعد معاها ما منعت نفسها عني ولا لقيتها بعد عني، بالعكس دي كانت بتتعامل معايا كأني جوزها مش بس خطيبها، وده كان محببني فيها اكتر واكتر. اي نعم انا ما اتجرأتش عليها ولا عملت حاجات كتير، بس ده بيبان من حاجات الولد بس اللي بيفهمها، وخصوصا لما يبقى واحد مفتح زي كده. حياة ما كانش عندها مشكلة ان انا اقرب منها او الزق فيها، ولو جسمنا جه على بعض واحنا بنعمل اي حاجة في البيت ما كانتش بتحس يعني بخجل ولا كسوف. وانا كنت بفكر ان ده كله بسبب حبها ليا، وان هي واثقة فيا قوي الثقة دي، او معتبراني خلاص جوزها بجد وحق وحقيقي. علشان كده ما بتتعاملش معايا باي شكل رسمي، والدنيا رايحة جاية ما بيننا كويسة. كمان غير ان احنا كنا جيران وهي عارفاني اصلا من الاول، يعني واخدين على بعض. المهم في يوم وانا رايح لحياة امي شبطت تيجي معايا. امي كده كده بينها وبينها صحوبية، بتيجي عندنا وبنروح عندها، بس انا ما ببقاش موجود معاهم. لكن المرة دي بقى امي شبطت فيا، فلقيت امي وهي قاعدة مع ام حياة بيتكلموا في مواضيع خاصة، وانا كنت اول مرة اسمع امي بتتكلم في الحاجات دي. بس مش مهم خالص اللي ام قالته، المهم اللي امل ام حياة قالته. امل لقيتها بتقول لامي ايه، الراجل يا اختي ده خلاص ايدك منه والقبر، الراجل سايبني عامله زي البيت الوقف، لا مني متجوزه ولا مني متطلقه. راحت ام قايله لها يخرب بيتك يا امل، هو انت لسه يا اختي ما شبعتيش وانت لسه بتفكري في الكلام ده؟ قالت لها الله، هي الستات تعرف تعيش حياتها من غير الكلام ده، ولا هي الست تعرف ان هي ست من غير الحاجات دي؟ ده الراجل يا اختي ما بقاش فيه صحة خالص، ده ما بيلمسنيش، كأني مش موجودة معاه، كأني متجوزة هوا كأنه ميت. راحت أم قايلة لها حرام عليك يا شيخة بعد الشر عنه، برضه ده حسه في الدنيا ربنا يخليهولك. قالت لها ايوه ما هو حس بس، ما انت مفكره ايه، الواحده مننا برضه عايزه تتدلع، عايزه تهزر، عايزه تضحك، عايزه حد يطبطب عليها اخر اليوم. لكن انا تعبت والله، تعبت يا ام علي ومش قادره. كلام الوليه ده جنني، الست خلتني ابص لها نظره تانية خالص. هي دي ام حياه؟ الست امل اللي انا شايفها طول عمري ست محترمه وفي حالها، مش بتاعت الكلام اللي هي بتقوله ده. الواحد فعلا مش عارف الناس كويس، ولما بيقرب منها بيعرفهم بجد. المصيبة بقى فيا أنا، من بعد ما حماتي كانت بتقول لأمي الكلام ده نظرتي للولية دي اتغيرت، وبقيت بشوف فيها حاجة تانية، زي معجب، زي حد نفسه يوقع واحدة، عايز ان انا احس بنفسي، عايز احس ان انا راجل. الولية دي طول عمرها بتتعامل معايا كأني ابنها، عمري ما لاحظت عليها ان هي كده. ازاي عدت عليا، وازاي ما خدتش بالي ان الست ديت ليها في الكلام ياده. وانا نظرتي كده متغيرة لقيتها هي كمان بتعمل معايا حركات مكانتش بتعملها. الزيارة اللي بعدها على طول لما رحت الحياة، زي ما بروح لها كل يوم خميس، اسهر معاها، ابقى جايب لها فاكهة، نتكلم سوا، نهزر سوا. لقيت ام حياة في اليوم ده بتقول لها بقولك ايه يا بنتي يا حياة، انا عايزاك انت اللي تعملي لنا القهوة من ايدك النهاردة، سيبي لي علي شوية. راحت حياة فعلا قايمة وراحت تعمل القهوة. طريقتها في الكلام كانت غريبة وبسطها، وانا كمان كنت شايفها بنظرة تانية خالص، كأني عينيا اتغسلت وبقيت شايف ام امل دي ست فرسة قدامي، واحدة محتاجة الراجل، وانا كنت شايف نفسي راجل وراجل قوي كمان. قعدت تتكلم معايا وتقولي الا قولي بقى انت هتخش فين وهتعملوا ايه وهتخلوا ايه، كلام رايح جاي كده، بس انا حاسس ان عينيها فيها كلام تاني خالص. وبعد شوية
لقيتها جاية قربت مني وكأنها بتجيب حاجة من على الكنبة جنبي، وراحت مميلة عليا كلها كأنها تقريبا على حجري. فأنا بصيت لها، هو في ايه؟ طيب أنا وسمعتها بتقول كلمتين عشان كده نظرتي اتغيرت. هي بقى بتعمل معايا كده ليه؟ مش فاهم حاجة. من اليوم ده هي حطاني في دماغها وأنا حطيتها في دماغي، وبقى كل هدفي إن الست ديت كده أشوف ايه آخرتها، عايزة مني ايه، يعني آخرها ايه. ونسيت خالص إن أنا خاطب بنتها. شغلتني وبقيت مشغول بيها، رغم إن حياة لسه صبية وحلوة وجميلة، وبصراحة يعني أحلى برضو من أمها لأن هي لسه صغيرة وخطيبتي وهتبقى حلالي. بس الشيطان وحش قوي يا جماعة. الشيطان بياخد عقل الواحد يلعب بيه، وانت بس نسبت نفسك للشيطان خلاص انتهى، راحت عليك يا معلم. وده اللي حصل معايا. كل مرة لما اروح بقيت اركز قوي مع امل وما ركزت قوي مع حياة. كل نظراتي على امل بتعمل ايه، لابسة ايه، وهي بتعمل شوية حركات بنت اللذينة من تحت لتحت كده تخلي الواحد هيتجنن عليها. وفي مرة من المرات قومت برضو حياة كالعادة، ولقيتها قربت مني وعمالة تتكلم معايا وعينيها كلها كلام. عينيها بتقول ان الست دي عايزاك، الست دي عايزة حاجة، محرومة ومحتاجة الحاجة دي من الاخر كده. فانا خدت بالي قوي من نظراتها وطريقتها، حتى صوتها، نبرة صوتها متغيرة، وعمالة تجيب لي كلام من هنا ومن هنا وبتحسس عليا في حتت معينة. فانا بصيت لها وقلت لها هو انت عايزة ايه؟ قالت لي احلى حاجة فيك ان انت ذكي، وانا مش عايزة اطول معاك في الكلام قبل البت ما تيجي. قلت لها ايوه، اللي هو ايه بقى؟ قالت لي والله كلك نظر، شوف كده انت شايف ايه؟ قلت لها انا شايف ان انت محتاجة راجل. قالت لي بالظبط كده. قلت لها على فكرة انا سمعتك وانت بتتكلمي مع امي. قالت لي يوه يا منيل يخرب بيتك، وقعدت تضحك. قلت لها مني وانا واخد بالي من كل تصرفاتك. قالت لي هنعمل ايه بس، انت شايف عمك عبد اهو، ايدك منه والقبر، ده الراجل مشطب خالص. قلت لها ما انت اللي خلصت عليه. وقعدنا نهزر ونضحك، وبصراحه كانت بتقول لي كلام قبيح قوي وانا كنت بتجاوب معاها وبهزر واضحك. حياه دخلت علينا واحنا بنتكلم وقالت لنا خير، انتوا بتضحكوا على ايه؟ ما تضحكوني معاكم. قلت لها لا ولا حاجه، ده امي كانت بتحكي لي شويه حاجات على ابوكي بس ايه، تهلك من الضحك. قالت ايوه امي كده على طول تضحك الناس على ابويا، حرام عليكي يا ماما، ده بابا طيب والله وغلبان. قالت لها ايوه يا اختي على يدي. قعدنا نهزر ونضحك والدنيا مفيش اي حاجه، وانا ولا عندي ذره تفكير في اي حاجه، شاغل بالي بيها وماشي وراها وخلاص. ده بفكر في لو حصل حاجه بيني وبينها هتجوز بنتها ازاي، ودي حاجه المفروض ان هي ما تنفعش. سحلتني بنت اللذينه، ومرة على مرة كل ما اروح لها الموضوع يكبر اكتر بيني وبينها، بس عمرنا ما عملنا حاجة. لحد ما جه يوم ولقيتها بتقولي بص بقى، انت هتفضل يا ابني تمحلسني كده، ما تخش في الجد بقى على طول. قلت لها الله انت قلبك جامد قوي، قصدك ايه؟ قالت لي قصدي ايه، ما انت فاهم، احنا هنفضل نحسس ونهمس ونلمس ونغمس كده من بعيد لبعيد؟ لا يا حبيبي، ايه الشغل اللي ملهوش طعم ده؟ انا عايزه اقعد معاك، عايزه اقعد معاك براحتنا، عايزين نقوله كلمتين رايقين وحلوين كده، ولا انت شايف ايه؟ حسيت ساعتها ان انا راجل، وحسيت ان انا مالي مركزي وان انا متحكم فيها وان الولايه هتموت عليا. وده بما اني راجل خلاني ما سايبلهاش يعني، واقول لها وابين لها ان انا هموت عليها انا كمان. قلت لها يا حبيبتي بس ده بمزاجي، لما تيجي تحت رجلي بمزاجي انا مش بمزاجك انت. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني انا عايزك تبقى عبده تحت رجليا، ساعة لما انا امرك انت تنفذي. وقلت لها كلمة مفيش داعي ان انا اذكرها. لقيتها الولية فرحانة بكلامي وعاجبها وداخل دماغها ومستسلمالي خالص. قالت لي وماله يا سيدي علي، انت تؤمر وانا نفذ، وانا تحت امرك منين ما تعوز، انا جاهزة، بس يا ريت يبقى قريب، اصل بيني وبينك كده العيال كلهم طالعين يشتروا حاجات مع ابوهم يوم الجمعة، وانا بصراحة كان نفسي ومنعيني اقضي اليوم ده معاك. قلت لها هشوف وارد عليكي. وروحت البيت وانا فرحان وطاير من الفرحة، وفرحان بنفسي قوي ان واحدة زي دي مستنية مني اشارة. احساسي بيها كان جميل وممتع، كنت فرحان بنفسي وشايف نفسي مفيش واحدة تقدر عليا، او كان متهيألي ان انا مفيش واحدة تقدر عليا، وان انا اللي مثبتها هي وبنتها.
وفضلت فعلا انا مستني بيني وبين نفسي يوم الجمعة ده بفارغ الصبر. كل شوية ابعت لها رسايل كلها حرارة على الموبايل، وانا عارف ان هي بتفضل شايلة التليفون الصغير ده في صدرها ومحدش بيمسكه ابدا. وفي نفس الوقت ما كنتش حارم حياة من المكالمات والاهتمام. معرفش كنت بعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت ازاي، بس هو ده فعلا اللي حصل. كنت بتكلم مع حياة وبطلع فيها كل طاقتي، وبرضه كنت بقول لها كلام من ده. بس مع أمل كان الوضع مختلف. مع أمل كنت أجرأ، كنت بقول اللي أنا عايزه أكتر من حياة بكتير، وكان الموضوع كله شهوة بس. إنما حياة برضه أنا كنت بحبها. لحد ما رحت يوم الخميس اللي هو قبل يوم الجمعة، ولقيت حياة بتقولي أنا بكرة هخرج مع أبويا وإخواتي وماما هنشتروا حاجات، إيه رأيك تيجي معانا؟ قلت لها لأ، أنا ما بصدق يا ستي يوم الجمعة ده إن أنا أريح فيه. بس فضلت مركز في كلمة أنا هخرج مع أمي وإخواتي. أم حياة كانت بتقولي إن هي عايزة تقابلني إزاي، فلغيتها في الكلام وسألتها من تحت لتحت. قالت لي يا أخويا بس أنت أمر وملكش دعوة، أنا عارفة أنا هعمل إيه بالظبط، بس أنت تقشر. فرحت قوي بنفسي وانجعزت كده وقلت لها تمام ماشي، وانا اديتك الاوامر، انا عايزك تظبطي الدنيا لبكره. قالت لي امرك يا سيدي، وقعدت تتكلم معايا كلام حلو وهزرنا وضحكنا كلنا واحنا قاعدين. وقبل ما امشي قعدت انا وحياة لوحدنا، ولقيت حياة عماله تحضن فيا وتطبطب عليا وتقول لي ان هي بتحبني وبتموت فيا، وان هي مش مصدقه ان انا مليت حياتها بالطريقه دي. وقالت لي انا عايزاك تتجوزني قبل ما نكمل السنه، انا تقريبا كل حاجه عندي جاهزه ومفيش حاجه ناقصه، وهي كمان. يعني الدنيا عندنا متساويه ومفيش حاجه احنا نستناها. بس انا كنت حاطط السنه يعني سنه، وقلت سنه وخلاص. قلت لها سيبينا اما افكر في الموضوع ده. قالت لي لا، انا عايزاك ترد عليا دلوقتي. يا بنتي في ايه مالك؟ قالت لي هو كده وخلاص. هو انت مش نفسك نبقوا مع بعض؟ هو انت مش عايز الحاجات دي ما تبقاش طياري؟ يخرب بيوتكم. نفس الكلام بس بطريقه تانية. قلت لها ده انا منى عيني والله العظيم ان انت تبقى مراتي، وسمعتها كلام حلو برضه عشان الست ما تحسش بايتها حاجه. المهم روحت البيت في اليوم ده وانا حاسس ان عندي طاقه وباور ان انا اتجوز دلوقتي، هتجوز على نفسي. وبقيت مستني تاني يوم ده بفارغ الصبر، بس في نفس الوقت انا خايف. وقتها جالي شويه خوف وما بقيتش عارف هو انا لو عملت كده مع حياة عادي اما اتجوزها. خفت شوية وحسيت بشوية ندم صغيرين قوي. شوية ندم ضاعوا لما حياة كلمتني في التليفون وقالت لي انا بكرة مش هروح معاهم، انا بكرة هعمل نفسي تعبانة، وانت فاهم بقى انا هستنى في البيت ليه. فهمت ولا لأ؟ فهمت ساعتها، ولقيت نفسي نسيت شوية الخوف اللي كانوا عندي، وعمالة افكر انا هعمل ايه بكرة مع الولية دي، انا مش هقدر عليها. عدى اليوم وجه تاني يوم طول النهار. اتصلت بحياة وصبحت عليها، ولقيتها بتكلمني في الحاجات اللي هي هتعملها في البيت، وهمشي مع امي واخواتي وهعمل واخلي. المهم خلصوا اللي وراهم وجم على اخر اليوم وهم خارجين. حياة عملت نفسها تعبانة ومش قادرة ومش هتقدر تمشي معاهم. ولما حياة لقيتها تعبانة قالت لها طب اقعد معاكي يا ماما؟ قالت لها لا، روحي انت مع اخواتك علشان تشوفي طلباتهم، عشان ابوكي بيحتاس من غيري وانت هتبقى بدل يا حياة. وفعلا مشت حياة وعم عيد والعيال، وفضل البيت فاضي. ولسه هي متصلتش عليا لقيتني بخبط عليها. اول ما شافتني قدامها راحت شداني على جوه، ولقيتها بتقولي ايه ده انت لحقت؟ ده انا ما لحقتش ارن عليك. قلت لها ما انا كنت مستني بصراحة، مستني بس ان هما يطلعوا من الشارع، وكنت مراقبهم واخد بالي من كل حاجة. قالت لي يا قروبة انت، ده انت فظيع، امال عامل نفسك ما انتش عايز ليه وتقلان ايه الحكاية؟ قلت لها بقول لك ايه، ما تضيعيش الوقت في الكلام. وخدتها وطلعنا على فوق، لان هم عندهم الشقة اللي تحت دي بياكلوا ويشربوا ويقعدوا فيها، لكن فوق الشقة المفروشة الفاضية، والشقة اللي فوق منها زي سطوح كده وفيها عشة وعندهم فراخ وبط ووز وكلام من ده. طلعنا على الشقة اللي فوق ويدوبك قعدنا مع بعض. لقيت امل ماهيش قادرة حتى تقعد تتكلم معايا. الست دي فظيعة ومحتاجة الحاجة ديت جامد، انا مش عارف هي كانت عايشة ازاي لما هي على اخرها كده. قعدت اتكلم معاها ولقيتها بتقولي لا هو انت لسه هتتكلم؟ ده انا ما صدقت ان انا الاقي راجل معايا، احنا مش هنضيع وقتنا في الكلام، في ايه؟ ولا انت مش راجل ولا ايه حكايتك؟ تلعب عليك،
بس انا بس عايزه اتكلم معاكي، مالك فيكي ايه؟ ولما انت يعني للدرجه دي ما اتطلقتيش من عم عيد ليه واتجوزتي من زمان؟ قالت يوه ده مش هيخلص. المهم حصل ما بيني وبينها اللي انتوا فاهمينه، بس في وسط ما انا بعمل الحاجه دي وخلاص الوليه سايبه نفسها ليا، انا خفت ولقيت نفسي مش عارف ان انا اكمل معاها الموضوع لعلاقه كامله. برضه في رهبه في الموضوع وقلبي مش جايبني ان انا اعملها، زي ما يكون حاجة بتحوشني، رغم ان انا حاسس بكل حاجة ومتفاعل معاها. وهي بصراحة يعني انت معاك واحدة سايبة نفسها وانت لا خايف ولا بتقول حرام ولا حاجة، يعني ده ما كانش في دماغي برضو. ولكن بنيجي عند ان انا اكمل معاها الموضوع وما بعرفش اكمل. رحت قايم فجأة وسايبها، فلقيتها بتقول لي الله في ايه؟ انا مش عارف اقول لها ايه ومش عايزة ابين لها ان انا ضعيف. فقلت لها لا، انا مش هعمل كده الا بمزاجي. انا بس كنت عايزه اعرفك ان انتي ما تقدريش تستحمليني، ان انتي ما تقدريش عليا ولا تقدري تمنعي نفسك عني. عايزه اعرفك ان عينيك عايزاني من زمان، وزي ما يكون الوليه هتتجنن ركبها عفريت. انت مجنون يا ابني؟ طب ما انا عايزاك، طب ما انا قلت لك ان انا عايزاك. قلت لها لا، ما انا عايز برضو كل حاجه تبقى بمزاجي انا مش بمزاجك انت. يعني انت حاسبني كده؟ حرام عليك والله. لا مش معقول، لا 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 لا, لا. انت اكيد بتستعبط، انت اكيد بتهزر. انا مش هسيبك النهارده غير لما تعمل الحاجه دي. قلت لها لا، انا مش هعمل الحاجه دي الا بمزاجي. وفي عز ما احنا بنتكلم لقينا الباب بيتفتح تحت. ساعتها بقى هي فعلا هرت على نفسها وكانت هتموت. قالت لي قوم قوم الله يخرب بيتك، البس بسرعه واطلع اطلع، نط من على السطوح لعندكم. قلت لها انت هتنططيني كمان من على السطوح؟ قالت لي الله اطلع. قلت لها طب قولي اي حاجه ان انا جيت ابص. قالت لي ازاي وانا المفروض تعبانه؟ قلت لها اه صحيح. رحت طالع فعلا على السطوح، بس ما عرفتش امشي. بصراحه كنت هموت. انا حوشت نفسي ان انا اكمل معاه الموضوع للاخر غصب عني. انا خلاص كنت قربت اوصل للحاجه دي، فانا دلوقتي مش عارف اروح، جسمي كله ايد نار، وفي نفس الوقت انا مش عايز اعمل حاجه مع امل، فما بقتش عارف اعمل ايه. فضلت قاعد في الاوضه فوق ومستني لما حياه تطلع ومستني الدنيا تهدى خالص. وبعد ما فعلا لقيت الدنيا هاديه رحت مكلم حياه على النت، وعملت كأني جاي فوق السطح علشان خاطرها هي. حياة ردت عليا وقالت ازيك يا حبيبي وحشتني. قلت لها انت اكتر. قلت لها انت من امبارح من ساعة ما كنت قاعدة معايا قبل ما امشي وانا هتجنن عليكي وتعبان ومش قادر. قالت لي يخرب بيتك، انا عملت لك حاجة؟ ده انا كنت بهزر معاك. قلت لها اهو بقى اعمل لك انا دلوقتي، على فكرة انا فوق السطوح عندكم. قالت لي طبعا بتهزر. قلت لها والله العظيم انا فوق السطوح عندكم. يخرب بيتك عملت كده ازاي؟ قلت لها اهو علشان خاطرك. اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ بقول لك ايه، انا قاعد ومش همشي غير لما تطلعي لي، انا تعبان ومش قادر. ودي كان اول مره اتكلم مع حياه بجرأة وبالطريقه دي كمان. اي نعم كان بيحصل بينا حاجات، بس انا ما كنتش بتعامل معاها بالطريقه دي خالص. المهم حياه فعلا طلعت لي في الاوضه ولقيتني ايه فعلا تعبان، وفضلت انا وهي مع بعض. وفي الوقت ده حصل ما بيننا علاقه بس مش كامله. وساعتها عملت الحاجه ديت على هدومها وسبتها ونزلت. وفي نفس الوقت رحت متصل على امل وقلت لها انت سبتيني وانا مبقتش قادر ومبقتش عارف اقعد ولا اعمل اي حاجه، فظبطت نفسي مع بنتك. قلت لها كده بصراحه، ومعرفش برضو انا جبت البجاحه دي من ما تسالونيش. فلقيتها بتقول لي يخرب بيتك، انا يا اخويا كنت قدامك ما عملتش حاجه ليه؟ قلت لها معرفش بقى، وبعدين مش هم اللي جم؟ قالت لي وقبل ما يجم. قلت لها ما علينا، المهم بنتك عندك، اوعى حد يطلع عليها وهي نايمه ايه في الاوضه اللي على السطوح، خلي بالك. ورحت ماشي. قالت لي انت بتستعبط وانت بتستهبل. قلت لها بصي انا هتجوزها خلاص، انا مش هستنى بقيه الشهور اللي كنا متفقين عليها، والقرار ده انا خدته وقتها بعد ما حصل ما بيني وبين حياه كده. فساعتها قالت لي يعني انت كده بتسكتني؟ طيب وانا؟ قلت لها سيبك منك انت دلوقتي وسيبك من الموضوع بتاعك، انا بعرفك اطلعي بس انت دلوقتي للبيت، وانا حاجي انا وابويا علشان نقعد مع عم عيد ونتفق على الجواز. انا عايزه اتجوز على عيد وماليش دعوه بقى، العيد قرب وانا عندي استعداد ان انا اتجوز. قفلت معاها وانا عماله افكر هو انا ازاي عملت كده؟ طب الوليه دي هعمل فيها ايه؟ طب ايه دنيتي؟ طيب وبعدين في اللي انا فيه ده ما انا لازم احط لنفسي حد. قلت خلاص انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اقعدش مع امل ولا اخليها ايه
تتكلم معايا، بس أنا بضعف. أول ما أمل ما بتكلمني في الكلام التاني ده، الشيطان بيمسكني وبلاقي نفسي عايزها هي كمان، وبحوش عنها بالعافية زي ما حصل اليوم ده. ولو ما كنتش عملت كده مع حياة كان ممكن أموت ويجرالي حاجة بصراحة. حاولت أتهرب من أمل أكتر من مرة وإن أنا أطلعها من دماغي، بس خلاص مش عارفة أعمل معاها إيه بالظبط. لحد ما في يوم كنت هناك ولقيتها برضه عمالة تقرب مني وتتجاوب معايا، وأنا كنت خلاص فاضلي تكة والظروف كانت سامحة، بس برضه سبتها ومشيت. لقيتها بتكلمني في التليفون وبتقولي بقولك إيه، هو أنت يا ابني هتعمل معايا اللي أنا عايزاه ده إمتى؟ حتى أنا مفكرتش ولو لحظة هي ليه حياة مصرة قوي إن أنا أعمل معاها كل حاجة، رغم إن هي كانت بتوصل للي هي عايزاه من غير ما نعمل العلاقة الكاملة. أنا بقى مفكرتش في الكلام ده وفضلت تايه ما بينهم. وبنت اللذينة كانت دايما تضغط عليا بكلمة انت شكلك كده ما انتش راجل، انت شكلك كده مش عارفة ايه، كانت بتحرني. فساعتها لقيت نفسي بقول لها ايه، بقولك ايه، مش انا هتجوز انا وبنتك خلاص، رحنا وظبطنا كل حاجة واتفقنا على كل التفاصيل، وحياة خلاص ابتدت ان هي تجيب القمصان والحاجات اللبس بقى الحاجات اللي بتبقى في الاخر دي. قالت لي قلت لها انا هدخل عليكي في نفس اليوم. قالت لي ده اشمعنى؟ قلت لها كده عشان احس ان انا ملك. انا كنت ساعتها عايزه احس بنفسي، وبرضه انا مش فاهم هو انا بعمل كل ده اصلا ليه. لحد ما حصلت معايا حاجه غيرت الموضوع معايا خالص. انا كنت شغال ميكانيكي، ففي يوم كنت باخد عربيه وكنت بجربها. العربيه ما كانتش اتصلحت حلو، معرفش الفرامل ازاي فرملت ووقعت في ترعه ناحيه بيتنا. انا لما وقعت في الترعه غطست في الميه، ما كنتش عارف اطلع في الاول من العربيه، وزي ما يكون حلمت ان انا مت وبتحاسب، وكأني واقف على الصراط، وكأني واقف بين ايدين ربنا. وكنت ساعتها هموت من الذنب الكبير، الذنب الكبير اللي في رقبتي، واول مرة احس ان انا عملت حاجة غلط. طول الوقت ده حتى وانا بجاهد نفسي ان انا ابعد عن امل، ما كنتش بفكر في ربنا، ولا كنت بقول حرام، ولا كنت بقول اي حاجة من دي. انا كنت باصص ان انا هعمل كده ازاي ودي هتبقى مراتي، بس هي الحتة دي اللي كانت شغلاني. لكن غير كده انا كنت دايس في كل الغلط ده، وكنت فرحان بكلام الولية ليا وبتشجيعها، وان هي حاسة قوي كده ان هي مش قادرة ان هي عليا. يعني احساس ان الست واصلة معايا لدرجة ان هي مش قادرة تستحمل وعايزاني اعمل معاها كده، كان بسطني كشاب بقى، مش كراجل، كشاب مراهق ودماغه تعبانة من الاخر كده. لما حصل كده انا معرفش في واحد نزل انقذني ازاي، هو مش واحد بس، هو كذا راجل. يعني بالصدفة ساعة لما وقعت كان في حد قريب وطلعوني في ساعتها من قلب البحر. يعني انا ما غيبتش تحت المية ولا حاجة. الحلم الطويل ده انا حلمته ازاي؟ كانت مجرد ثواني بس تحت المية، او يمكن اقول دقايق، مش هقول ثواني. اول ما قمت وفوقوني لقيتهم بيعملوا لي صدري كده وفي ميه بتطلع من بقي. انت كويس؟ انت سليم؟ الحمد لله. طيب العربيه دي بتاعت مين؟ طب ايه؟ انا كنت ببص للناس كده ومش حاسس بحاجه. فالمهم رحت المستشفى اطمنوا عليا، مفيش اي حاجه فيا، زي القرد، شخص سليم زي ما بيقولوا. روحت البيت، انا مش في دماغي بقى الحادثه اللي حصلت لي، ولا في دماغي اللي حصل تحت الميه ولا فوق الميه. انا فاكر كل تفصيله في الحلم، وكأني رحت الآخرة، اتحاسبت وشفت النار بعينيا، وشفت الحساب، وشفت ذنوبي قد ايه من اللي انا بعمله. يا حستي على الموقف الصعب، حاجة مش معقولة. قعدت اقول استغفر الله العظيم يا رب، الله يخرب بيتك يا ام حياة، ده انت كنت هتضيعيني. وانا ازاي بعمل كل الذنوب دي ومش واخد بالي؟ ازاي مش خايف من ربنا؟ ازاي مش عامل حساب لربنا خالص كده؟ ربنا شايفني وسامعني وعلم كل غلطاتي دي. انا شفت نفسي وانا بتحاسب، وشفت النار، وشفت القبر، وشفت عذاب القبر وعذاب النار. موقف صعب قوي. احنا ازاي مش واخدين بالنا ان احنا هنتحاسب؟ مفكرش في اي حاجة غير في شهوتي ونفسي، وشاب فرحان بكلمتين من 2 ستات. حتى حياة نفسها انا قفلت منها، لان حياة فعلا بنت جريئة وبتعمل معايا كل حاجة ما عدا العلاقة الكاملة. بس قلت لنفسي مش هينفع اسيب حياة، لانها بنت، وبرضه مهما كان انا اتجاوبت معاها وحصل ما بيننا حاجات كتير. حتى لو هي لسه بنت زي ما هي وانا ما عملتش معاها الحاجة دي، بس مش مرجلة ولا حلال اتهيألي ان انا اسيبها.
بس لازم ابعد عن امل خالص. ومن يومها بطلت ادخل بيت حماتي ده اطلاقا، وكنت خلاص بجهز لجوازي فعلا، وقلت لنفسي انا هتجوز حياة عشان اللي حصل بيني وبينها، بس امها حد الله لا اروح عندهم ولا هي تيجي عندنا ولا اقعد معاها تاني لوحدي ابدا. وفعلا قلت لها الكلام ده. امل لما سمعت مني الكلام ده كانت هتموت، وقالت يعني انت عايز تسيبني بعد ما عملت معايا كده؟ قلت لها انا ما عملتش، والحمد لله اللي احنا فيه ده حرام وهنتحاسب بيه، بس بنتك ملهاش ذنب، انت عارفه اللي حصل بيني وبينها وانا ما عنديش اي استعداد ان انا اتحاسب بيها. انت هتعمل لي فيها شيخ يا حاج علي ولا ايه؟ وتضحك ضحكه مايعه. قلت لها انا ولا شيخ ولا حاجه، ولا اصلا الشيوخ هيعملوا اللي انا بعمله ده. انا واحد حاسس ان هو غلطان، انا واحد فاق لنفسه وشاف ان هو اللي بيعمله ده حرام، واللي بينك وبينك ده يودينا النار. قالت لي نار ايه بقى؟ وعماله تتدلع وتهزر وتضحك، الوليه مش في دماغها كلامي، ولا فرق معاها لما قعدت اكلمها عن ربنا وعن الحساب، وان انا لما وقعت في الميه شفت الحساب وشفت الاخره. قالت انت هتستعبط وهتشتغلني؟ حلم ايه واخره ايه وحساب ايه؟ انت بتقول اي كلام وخلاص، بس انا لازم اعرف بقى انت ايه اللي غيرك كده من ناحيتي. المهم زعقت لها ولقيت نفسي شويه هضربها عشان تبطل تكلمني، ومشيت من عندهم وقلت لها حياة انا مش عايزه اتكلم مع امك تاني، امك دي ست مش كويسه، ومن الاخر كده انا مش عايزها تدخل بيتي. ايه ده؟ انت ازاي تقول كده على امي يا علي؟ لا مش هينفع، انا لازم تصالح امي وما تزعلهاش. قلت لها انت ما انتش عارفه حاجه. قالت لي ولو، انا بقول لك اهو ما ينفعش تزعل امي. رحت قايلها بصي يا بنت الحلال، انا مش هاجي يمك تاني غير لما نتجوز، انا صعبان عليا اللي حصل بيني وبينك، وبصراحه انا هتجوزك عشان كده. الدخله بتاعتنا وكاتب الكتاب الاسبوع الجاي، وانتي تعالي فريش وحطي حاجتك ويلا بقى نخلص القصه دي ونتجوز. قالت لي ايه ده اسبوع ايه ده؟ قلت لها هو كده، انا هتجوزك في خلال اسبوع، ما انا عايز اخلص من القصه دي، ومش عايز يبقى فيه رجل بيني وبين الوليه ولا هي تيجي عندنا. لما نتجوز الموضوع هينتهي على كده وخلاص على كده. وخلاص ابتديت ان انا هرتب للترتيبات بتاعه الجواز والدخله. لقيت ساعتها خالها مات. خال مين؟ خال حياه. لما خال حياه مات طبعا الجوازه اتاجلت، فانا ساعتها قلت لعم عيد ان انا هاجل شهر بس، حتى لو حكمت ان انا اتجوز من غير ما اعمل فرح ولا هيصه ولا زنبليط. راح قايل لي خلاص يا ابني ماشي، اللي تشوفه مش هتفرق ما بيننا. حياه عيطت شويه ولا انا عايزه فرح، اشمعنى ما تعمليش فرح؟ قلت لها طب ما هو خالك ميت، انت عندك استعداد نستنى؟ مش انت يا بنت اللي كنت بتقولي لي انا عايزه اتجوز بدري؟ هو ايه اللي حصل؟ قالت لي لا انا عايزه اتجوز بدري برضه، بس انا عايزه اعمل فرح. قلت لها معلش، وعموما يا حياه انا هعوضك يا ستي وهفسحك وهعمل لك شهر عسل معتبر ومية مية. في الفتره دي انا ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا بشتغل، وكنت بصلي فرض بفرضه. كنت بروح ساعة صلاة الفجر وافضل ادعي ربنا ان ربنا يسامحني على اللي انا عملته ده، وكنت بدعي ربنا ان جوازتي من حياة لو فيها خير تكمل ولو فيها شر تنتهي، علشان انا مش عارف ولا ضامن ولا فاهم اي حاجة. خوفي من ربنا هو اللي كان مخليني اصلا مكمل مع حياة، لكن من جوايا كان فيه احساس غريب انا مش قادرة اوصفه لغاية دلوقتي، او على الاقل لحد ما حصلت المفاجأة الكبيرة قبل دخولتي على حياة. المهم فضلت اقرب من ربنا على قد ما اقدر، وعلى قد ما اقدر اطهر نفسي من الذنوب اللي انا عملتها، وماشي كويس قوي. وفي يوم، اليوم ده انا مش قادر افتكره، لقيت نفسي وانا قاعد في الاوضه. كان يوم برضو ايه؟ كان يوم اربع. كنت مقرر ان انا مش هروح الشغل اليوم ده علشان كنت تعبان وعايز اريح وعايز ذهني كده يبقى صافي، وخلاص المفروض ان احنا قربنا نتجوز. لقيت نفسي وانا قاعد زي ما يكون جاتلي طاقة فجأة، نفس الإحساس اللي كنت حاسه لما كنت في حضن أمل وطلعت على السطح وفضلت مستني حياة لحد ما تجيلي. إحساس غريب ومش عارف هو جالي ليه. إيه الشعور الغريب ده؟ عمالة أفكر فيهم وأتخيل نفسي معاهم، وزي ما يكون إن أنا بتفرج على فيلم من الأفلام دي، بس بطولتي أنا وهم هما الاتنين ومن غير أي مقدمات. لقيت نفسي عند بيت أمل وبخبط عليها، مش فاكر غير ان انا دخلت على امل وحياة هما الاتنين. وفي اليوم ده الموضوع بالنسبة لي كان كأنه حلم. كنت حاسس ان انا نايم وبحلم،
شفت نفسي وانا بعاشرهم هما الاتنين بطريقة غريبة، بطريقة كلها شراهة، لدرجة ان هما الاتنين كانوا تحت مني بيصوتوا وبيستنجدوا وبيقولوا هتموتنا يا علي، سيبنا يا علي هتموتنا، من كتر اللي انا كنت بعمله. وبعد كده روحت البيت، نمت وصحيت على ابويا وهو بيقرا على دماغي قرآن وبيقول لي يا ابني انت مالك، فيك ايه؟ فقلت له هو انا كنت نايم ولا انا كنت فين؟ قال لي انت كنت عند حماتك وجيت نمت، ومن ساعة ما نمت وانت بتخلفط وبتترعش، مالك يا ابني في ايه؟ قلت له مش عارف يا بابا، في حاجة فيا مش مظبوطة. قال لي ده كنت فرحان بيك يا علي ان انت بدأت تصلي وكنت قريب من ربنا وكنت متفائل لك خير، بس انت فيك حاجة غريبة. قلت له انا حتى ما صليتش، انا مخنوق وزهقان وقعدت ازعق وقعدت اقوم كده اكسر في الدنيا حوالين مني ومش عارف اجمع نفسي، وحاسس برضو بشهوة غريبة جامد بطريقة مش طبيعية، كأني ما عملتش حاجة خالص وعايزة اروح لهم تاني. في ايه؟ مش عارف. شوية ولقيت ابويا خدني وراح بيا على شيخ بيعالج بالقرآن. الراجل ده كان شيخ الجامع اللي احنا فيه، قعد يقرأ عليا قرآن قوي وقال لابويا كلمة غريبة انا مش عارف ولا مصدقها، ومش عارف بصراحة صدقها، مش عارف ده بجد ولا ايه. قال له ابنك معمول له عمل قوي جدا، العمل ده معمول بالنجاسة ومعمول بحاجة من عنده ومن قطره حاجة جامدة. فابويا قال له طب نعمل ايه يا شيخ؟ قال له انا تقريبا عرفت مكان العمل، وبقول لك ايه، اعمل لابنك كذا 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 وابنك هيفوق ويبقى زي الفل. انا مش فاكر ايه الحاجات اللي هو قالها لابويا، ولا كنت مهتم ان انا افهم حاجة. انا كنت ساعتها حاسس ان انا تعبان ومش قادر اقف على رجلي. روحت البيت، نمت تقريبا 2 أو 3. صحيت من النوم وانا مفزوق، ايه ده؟ هو انا نمت كام يوم ولا ايه اللي حصل الايام اللي فاتت ولا ايه اللي جرى؟ ابويا قال لي يا ابني انت كنت تعبان وكنت بتخلفط بالكلام وما اعرفش عملت ايه في بيت حماتك، انت المفروض ان انت هتتجوز، ايه اللي جرالك يا ابني؟ ابويا كل اللي في دماغه ان انا حد عامل لي عمل عشان ما اتجوزش حياه، ولان الفرح قرب العمل بقى ده تعمل لي عشان كده، علشان ما اتجوزش حياه. المهم اليوم ده اغتسلت واتوضيت وصليت، مفيش اي حاجه، ورحت لقيت حياه بتبصلي بصه غريبه. فبقول لها مالك يا بت في ايه؟ قالت لي في مالي؟ هو انت نسيت اللي انت عملته؟ قلت لها لا فكريني انا نسيت. قالت لي بجد والله؟ قلت لها اسكتي، ده انا ابويا بيقول لي ان انا معمول لي عمل، واضح كده ان في حد مش عايزنا نتجوز، لا تكون امك، وبضحك وبهزر. راحت قال لي انت ازاي بتضحك وتهزر؟ هو انت نسيت اللي انت عملته فيا يا علي؟ حرام عليك. ساعتها حكيت لي بقى باللي انا قلته لكم واللي انا كنت شايفه زي الحلم، ان انا عملت كده معاها هي وامها في نفس الوقت. انا كنت هموت لما عرفت ان انا عملت كده. بقيت قاعد قدامها مصدوم ومش عارف انطق ولا اتكلم، ونزل عليا سهم الله. قلت لها وانت ما فوقتنيش ازاي ولا ما ضربتنيش امك سابتني اعمل كده ازاي؟ انت مجنونه، انت عبيطه، ما احنا هنتجوز ازاي دلوقتي؟ قالت طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ واتصرف ازاي؟ قلت لها مش عارف، انا مش عارف حاجه، بس انا مش فاكر ان انا عملت كده، انا مفكر نفسي بحلم. قالت لي حلم، اوريك كمان عشان تتاكد، ووريتني حاجه عليها دم. استغفر الله العظيم يا رب اللي انا هببته ده، بس مش عارف اعمل ايه. خلاص يا بنت الحلال، انت كده كده هتبقي مراتي وكده كده احنا هنتجوز. قالت لي والعمل؟ قلت لها لا، انا ابويا الحمد لله يعني ظبطني، بس انا عايز من هنا لحد ما نتجوز انا مش عايزه اشوف امك ولا المعها قدامي، بعد اذنك يعني، وخصوصا بعد اللي انت قلتهولي ده. اليوم ده روحت البيت وانا مستغرب، هي ازاي حياه متقبله فكره ان انا عملت كده مع امها وبتتكلم معايا عادي؟ وحتى لما اتكلمت في موضوع الجواز ما انا لازم اتجوزها بعد اللي حصل ده، ما كلمتنيش على امها ولا جابت لي سيره، ده انا اللي قلت لها انا مش عايزه اشوف امك. في حاجه مش مفهومه وحاجه غريبه، شكلي كده في حاجه مش طبيعيه. المهم في الوقت ده كان عدى تقريبا شهر، وانا كنت حاسس ان انا خلاص بقيت كويس وزي الفل، وقلنا خلاص هنتمم الجوازه، كل حاجه هتمشي زي ما انا متفق مع بنت الحالات دي عشان حرام. لكن انا من جوايا كانت حاجه رافضه اللي بيحصل ده. وفي اليوم اللي هم كانوا بيعملوا كحك الجواز والبيتوفور وبيعملوا حبة حاجات كده مخبوزات يعني، قبل الدخلة بكام يوم حصلت حاجة غريبة. بيت حياة وأمل ولع كله،
والاتنين اللي اتحرقوا في الحقيقة كانت حياة وأمل. محدش تاني جراله حاجة، لأن هما الاتنين اللي كانوا بيخبزوا وكانوا بيعملوا كل حاجة لوحدهم. طبعا أنا جاتلي صدمة ساعتها، ومش فاهم أنا في إيه في حياتي غريب، في حاجة في حياتي كلها ملعبكة. طب أنا يا رب قربت لك وبقيت بصلي وبحاول أعمل كل حاجة ترضيك، حتى الحاجة اللي أنا عملتها غلط من بعد ما قربت من ربنا أنا مش فاكرها 100%، ومش عارف أنا عملتها إزاي وليه. وأنا خلاص كده منهار علشان خاطر حياة، وطلعت أجري على المستشفى وهم محجوزين. قالوا لنا دول حالتهم صعبة وحرقات من الدرجة التالتة ومش عارفة ايه. فضلت قاعد مستني مش عارف اعمل ايه، لحد ما حياء فاقت وابتدت ان هي بتعرف تتكلم، فطلبت ان هي تشوفني. دخلت اشوفها لقيتها جسمها كله منفخ وشكلها كأنها واحدة تانية خالص. ديت مش هي البنت الجميلة اللي انا كنت بحبها وحموت عليها وكانت بتسرني لما بس ابصلها. ولقيتها بتقولي اغرب حاجة ممكن كنت اتخيلها، حاجة عمري اصلا ما تيجي على بالي. انا طول الوقت شايف نفسي ان انا الولد الجامد المفتح اللي الستات ايه مش قادر عليه. لقيت حياة بتقولي انا عايزك تسامحني قبل ما اموت. اوعى تزعل من نفسك يا علي، انت انسان كويس. كل حاجة انت عملتها ما كانتش بمزاجك، وكل حاجة اتحطيت فيها كانت غصب عنك. ولقيتها بتقولي ان امها عاملالي عمل علشان كانت عايزاني اعمل معاها علاقة كاملة علشان عايزة تخلف ولد. يعني هي الرجالة خلصت؟ طب ما هي طالما هي انسانة مش كويسة ما هيش محتاجة تعمل لحد عمل علشان تخلف منه. قلت لها هو انت هتقولي الكلام ده وتقولي الكلام كده ومن غير ما تفهميني؟ وهي امك طالما امك واحدة شمال وعايزة تجيب عيل من حرام مش فارق معاها العيل ده من مين عشان عايزة تجيب ولا ما عرفتش تعمل كده مع حد؟ قالت لي انا هقول لك كل حاجة بالظبط. امي من زمان قوي كانت بتروح لشيخ وكانت بتخلي الشيخ ده يعمل معاها كده بهدف ان هي تخلف ولد، بس رغم ان هي اشتغلت مع الراجل ده فترة وكانوا بيعملوا كده علشان بيعملوا اسحار واعمال بالسفلي، بس معرفتش تخلف منه. وكل ما كانت تعمل حاجة زي دي عشان تخلف سبحان الله ربنا ما كانش رايد، لحد لما انت جيت وخطبتني ولقيتك شاب حلو وجميل وعرفت ان انت راجل، وهي اللي خلتني اجرجرك للطريق ده علشان اشوف دماغك ايه، هترضى تعمل معايا كده ولا لا. ولقيتك انت راجل وبتعرف تعمل كل حاجة ومفتح، وغير كده شكلك حلو. فقالت لي خلاص انا مش هروح ادور على حد بره، انا هعمل كده مع علي وخلف منه. قلت لها طيب وانتي؟ قالت لي ما تزعلش مني يا علي، اهو ربنا عاقبني على اللي انا عملته معاك. انا كنت عارفة كل حاجة، وانا اللي كنت واخدة ابويا واخواتي علشان نهيئ لكم الجو ان انتوا تعملوا كده. انا حاسس ان انا في حلم او في كابوس. وطب انت يا بنت الحلال كنت هتعيشي معايا ازاي؟ قالت لي مش هكذب عليك، انا اصلا عملت الحاجات دي كتير قبل كده مع ناس تانية، وكنت برضو بروح عند الشيخ اللي امي بتروح عنده وكنت بشتغل معاهم من زمان، بس عمر ما حد عمل معايا الموضوع ده بالكامل غيرك انت بس، في اليوم اللي انت اتهجمت علينا وانت مش حاسس بنفسك. وعلى فكرة انا وامي كنا حوامل، وامي كانت فرحانة قوي ان هي حامل، وانا دلوقتي برضو حامل منك انت. انا كنت هتجوزك وهيبان طبعا ان هو الحمل منك، وامي هي كمان كانت هتقول ان هي حامل في نفس الوقت من ابويا، ويمكن كانت تقولها كمان قبل ما احنا ما نتجوز علشان ما حدش ياخد باله. مبقتش مصدق ان في حد بيعرف يمثل ويتكتك كده. ليه؟ ده فيلم هندي، انا مش داخل على دماغي الكلام ده كله. طب وايه اللي حصل فجأة وغيرني فجأة لما انتوا عاملين لي عم؟ ايه اللي خلاني بعدت ورجعت تاني؟ انا مش فاهم حاجة. قالت لي ان هي عملت لي عمل على هدومها اللي انا كنت مغرقها لها يوم العشة. لما انا عملت كده معاها ومشيت وسبتها، امل خدت هدوم بنتها اللي كانت غرقانة مني وعملت لي عليها عمل. الكلام ده على لسان حياة. قالت لي امي لما لقيتك خلاص كرهتها خالص ومستحيل تقرب منها، عملت لك عمل جامد بالحاجات دي علشان تخليك تعمل كده معاها. كل اللي امي خططت له حصل، بس اهو ربنا كان شايل لنا حاجة تانية خالص عنده. ام حياة كانت حياتها اصعب، يعني الحروق اللي كانت عندها كانت اصعب بكتير، كانت ساعتها مش بتتكلم خالص وبتموت، لكن حياة كانت تعتبر احسن منها.
اتكلمت معايا ومع الناس كلها. بس أنا لحد اللحظة دي رغم إن أنا بنفسي عملت كده، بس أنا مش مصدق إن السحر ممكن هو اللي يكون وصلني للحاجة دي ويخليني أعمل كده. طب هي ايش ضمنها إن هي هتجيب ولا؟ ما يمكن برضه تجيب بنت. قد كده مش فارق معاها الحلال من الحرام. بعدين ساعتها قلت أنا برضه كان في حاجات غريبة كانت بتلفت انتباهي، بس ما كنتش مفتكر إن هي ممكن تبقى كده. زي حياة لما كانت عارفة إن أنا عملت كده مع أمها وكانت بتكلمني عادي وعينيها ما فيهاش أي كسرة ولا حزن، وزي لما حصل ما بيني وبينها وهي برضو كانت بتتكلم عادي. كان في برضو كام حاجة مريبة في الولية دي. ازاي كانت بتبقى هتتجنن لما تبقى عايزاني اعمل معاها كده؟ اتاري كل ده تخطيط منها، هي تخطيط شيطانة، تخطيط وكل هدفها ان هي تحمل مني. مش موضوع ان انا راجل وجامد وهي مش قادرة بقى عليا ومش قادرة ان هي تقاومني. انا دماغي كانت في حتة وهم كانوا بيعملوا حاجة تانية خالص. يا سبحانك يا رب. ساعتها ندمت اكتر واكتر وعرفت ان ربنا ما بيسيبش. ولما كنت مستغرب تصرفات ام حياة وبقول مش معقولة تبقى في حد بيفكر كده وبيعمل كده، قلت مادام واحدة كانت شغالة مع دجال وبتأذي الناس كلها وبتعمل أعمال بالسفلي، عارفين يعني إن هي تعمل علاقة مع الدجال علشان تعمل أعمال للناس، قلت يبقى مش بعيد عليها إن هي تعمل معايا كده وأكتر من كده. دي واحدة مش بتفرق طول عمرها بالحلال والحرام. أنا على الأقل ما حصلش أي حاجة في حياتي قبل كده وحشة، ولو في أي حاجة وحشة فهي بدأت معاهم، وبدأت لما دخلت البيت ده. وبعدها بأيام أم حياة ماتت وحياة فضلت عايشة بس مشوهة زي ما قلت لكم. ودي كانت قصتي، إن مش قادرة استوعبها لحد دلوقتي. حاجة ممكن تتعمل فيلم عربي وحتى في الأفلام ممكن الناس ما تصدقهاش، بس الحياة دي أنا عشتها بجد. ولو في درس هطلع منه واستفاد إن الشهوة ديت شوية وبتروح، والواحد مهما عمل ففي الآخر ما بيلاقيش غير عمله في الدنيا، وفي الآخر في حساب جنة ونار وآخرة، وفي عقاب، وفي ناس كمان بتتحاسب في الدنيا وفي الآخرة. زي أم أمل كده، ربنا وراها في الدنيا ولسه أكيد هيوريها في الآخرة، لأن الست دي شايلة ذنوب كتير كتير قوي. ساعتها ومن اليوم ده وأنا ما بفكرش في حاجة غير إن أنا أكفر عن ذنوبي، لأن الشهوة لذتها لما بتضيع ما بيفضلش منها إلا عذاب الضمير والتوهة والضياع. وأنا مش عايزة أموت وأنا على معصية، أنا عايزة أموت وربنا راضي عني. مش عايزة أتحاسب ولا أشوف العذاب اللي أنا شفته في الحلم اللي ربنا بعتهولي إنذار ده، وإن أنا فعلا اتعظت بيه. ولو في أي حاجة أنا عملتها فهي بجد كانت غصب عني. ومن اليوم ده لحد دلوقتي والحمد لله ولا فوتت فرض ولا سنة ولا نافلة إلا وأنا بعملها، وكل أملي إن ربنا يرضى عني. ومهما طالت الدنيا فالآخرة هي اللي خير وأبقى، والواحد عايز آخرته أهم بكتير من دنيته. ودي كانت قصتي اللي بتمنى تستفادوا منها، ودي كانت حكايتي. ولحد هنا بتكون انتهت قصتنا. لو كملتوا القصة ما تنسوش تشاركونا برأيكم تحت أسفل التعليقات لأنه أكيد بيهمنا. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وياريت لو تعملوا شير بقى لأصحابكم وحبايبكم علشان هما كمان يستفادوا ويتابعوا معانا قصة النهاردة. سلام عليكم.